يا مساء الفل. اهلا بكم من جديد مع حلقات انا وانت وملاكي. بقالنا كتير ما اتكلمناش مع بعض. زي ما احنا شايفين سوق السيارات بقاله سنة متلخبط، محدش عارف الدنيا رايحة فين. لكن في ناس كتير بتسأل: عايز اشتري عربية، اشتري دلوقتي ولا استنى؟ طب عايز ابيع العربية، ابيعها دلوقتي ولا استنى؟ وهل فعلا الكلام ده زي ما الناس بتقول الاسعار هتنزل ولا هتطلع؟ طبعا زي ما احنا شايفين السوق فيه برجلة جامدة قوي، والاسعار كتيرة قوي قوي قوي، فمحدش فاهم حاجة. لكن اللي انا اقوله، لو انت عايز تشتري اشتري، مفيش حاجة هتنزل تاني. ولو انت عايز تبيع بيع، وحاول بقدر الامكان تشتري بسرعة علشان ما يبقاش فيه فجوة بين البيع والشراء. تيجي تشتري تلاقي الاسعار زادت اكتر فمش هتعرف تشتري. فانت لو عايز تبيع تغير عربية بيعها واشتري في اقرب فرصة. لو انت عايز تشتري اشتري طبعا في اقرب فرصة، لو انت مش مستعجل قوي انت وظروفك. لكن اللي انا اقدر اقوله يعني مثلا السنة اللي فاتت كانت العربيات العربية ب100,000 جنيه، السنة دي زي ما احنا شايفينها ب200 وشوية، كمان معدية ال200، يعني في ضعف في الاسعار. ويكاد يكون في عربيات زادت 3 اضعاف. اللي السنة اللي فاتت اللي كان بيحوش 50,000 جنيه عشان يجيب عربية حلوة محترمة اكسنت 98 99، ممكن يجيب دانوس 1، النهارده مش عارف يجيب بيها 128. حتى اللي ما بيعرفش يجيبها بال50,000 جنيه دلوقتي. فاللي انا بقوله، محدش يضحك عليك ويقول لك الاسعار هتنزل تاني. زي ما احنا عارفين ان الدولار في البنك النهارده ب 30 جنيه و80 قرش، ومش عارفين هيزيد، واكيد هيزيد يعني تاني. لكن في سوق السيارات بيبقى ليها كلمه تانيه، الناس بتتعامل مع الدولار اكنه 40 جنيه مش 30 جنيه. فمحدش يضحك عليك ويقول لك الاسعار هتنزل تاني، ده خلاص مستحيل. الاسعار هتزيد بس وربنا يسترها بقى، بتزيد اكتر من كده مش عارفين هتروح فين تاني يعني. طبعا الناس كان حلمها اللي كان عايز يركب المرسيدس، اللي كان عايز يركب BM، طبعا الاحلام دي كلها خلاص راحت. اللي بيدور دلوقتي على لانسر تويوتا اللي هي كان مثلا ب250,000 جنيه يركب BM، النهارده ما يركبش اللانسر البومه. اللي كان بيحلم بعربيه تويوتا زيرو ب300,000 جنيه، النهارده التويوتا وصلت ل 800 و 900,000 جنيه. فلو انت عايز تشتري اتكل على الله، ما تسمعش كلام حد ويقول لك الاسعار هتنزل ومش هتزيد، مش هتنزل، مفيش حاجه هتنزل. الدولار في الطالع زي ما احنا شايفين، وربنا يسترها الى ان لا يعني في قرارات تحصل ولا حاجه. زي ما احنا بنسمع تهدي الجو شويه، الله اعلم. نتمنى ان الدنيا تهدى شويه، لان خلاص اللي احنا شايفينه ده اوفر فوق الاوفر بشويه كمان. ما تنسوش تابعوني قناة انا وانت والملاكي، متنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يجيلك الاشعارات بالحلقات الجديدة. بنحاول بقدر الامكان نشوف مواضيع جديدة نتكلم فيها. خلوكم متابعين ان شاء الله، نحاول نجيب المواضيع الجديدة بإذن الله. سلام.